إثيوبيا تكثف جهودها الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في مجال التجارة والاستثمار والقيادة الإقليمية. الهيئة التشيكية للدراسات الجيولوجية تؤكد امتلاك إثيوبيا إمكانات جيولوجية هائلة غير مستغلة تفتح آفاق استثمارية واسعة في قطاع التعدين والمعادن الحيوية. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. كثفت إثيوبيا جهودها الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والقيادة الإقليمية، وفقا لما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية نبيات جيتاتشو. وأوضح السفير نبيات خلال إحاطة إعلامية أن بلاده تنفذ تحركات دبلوماسية منسقة لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز حضورها على المستويات الإقليمية والقارية والدولية. وأشار إلى أن قادة من بوروندي وليبيريا وجنوب السودان وموزمبيق أجروا زيارات رسمية إلى إثيوبيا، حيث عقدوا مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. وفي السياق ذاته استضافت إثيوبيا عددا من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم المبعوث الصيني الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، إلى إضافة إلى وزراء خارجية ومسؤولين من البرتغال والاتحاد الأوروبي والنمسا وبنغلاديش وجمهورية التشيك والسويد. كما أجرى وزير الخارجية جيدون تيموثاوس زيارات رسمية إلى السويد والنرويج، حيث بحث مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال فرص التعاون في مجالات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والتكنولوجيا والسياحة. أعلنت دائرة الاتصالات الحكومية أن الحكومة الإثيوبية تنفذ إصلاحات شاملة في قطاع التعليم تركز على الأجيال بهدف معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز رأس المال البشري. وأوضح بيان الدائرة أن الحكومة منذ عام 2018 بالتقويم الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد حددت الاختلالات الجوهرية في النظام التعليمي كأولويات تتطلب تدخلا هيكليا مستداما. كما أشار البيان إلى أن من أبرز التحديات إلحاق ملايين الأطفال مباشرة بالمدارس الابتدائية دون المرور بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائية، ما يؤثر على جاهزيتهم واستمرارهم ونتائجهم التعليمية. ولمعالجة ذلك نفذت الحكومة توسعا واسعا في التعليم ما قبل الابتدائي عبر إنشاء أكثر من 34 ألف مدرسة من فئة 0 خلال السنوات ال5 الماضية، ما أسهم في تحسين الاستعداد المعرفي والنفسي للأطفال خاصة في المناطق الريفية. وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنمية الموارد البشرية على مدى الطويل، بالتوازي مع إدخال منهج دراسي محدث يركز على التعلم العملي والبحث إلى جانب التعليم النظري. افتتحت حديقة أرادا الجديدة في قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مشروع حضري ضخم دشن بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، ليجسد تحولا جذريا في استخدام المساحات الحضرية. وكانت المنطقة التي تمتد على مساحة 40 هكتارا تعرف سابقا بمساكنها المهملة والمتهالكة قبل أن يعاد تطويرها لتصبح وجهة حضرية
متعددة الأغراض تجمع بين المساحات الخضراء والخدمات الاقتصادية والترفيهية. ويعد المشروع نموذجا متقدما في البنية التحتية المتكاملة، حيث شمل تجديد أكثر من 700 منزل ومبنى قائم في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المجتمعية. كما يركز التصميم على سهولة التنقل، إذ يضم المشروع شبكة طرق بطول 5 كيلومترات إلى جانب ممرات للمشاة تمتد ل6 كيلومترات ومسارات مخصصة للدراجات والجري بطول 5 كيلومترات في إطار تشجيع أنماط الحياة الصحية للمواطنين. أكد الوزراء الإثيوبيون خلال ندوة عقدت بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الخطوط الجوية الإثيوبية أن هذه المؤسسة العريقة تلعب دورا محوريا في بناء الأمة وتعزيز روابط البلاد مع العالم. وشهدت الندوة حضور وزير المالية السيد أحمد شيدي ووزيرة التخطيط والتنمية فيسو مسفة ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي السيد أيوب تاكلن إلى جانب عدد من المسؤولين والمدعوين. وفي كلمة وصف وزير المالية أحمد شيدي الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها شركة حكومية كبرى حققت نجاحا مستداما ونتائج باهرة على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى دورها في دعم التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب تعزيز العلاقات الدبلوماسية والروابط الداخلية. من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية فيسو مسفة أن الخطوط الجوية الإثيوبية تمثل رمزا للفخر الوطني وعنصرا أساسيا في بناء الدولة، لافتا إلا أنها تعكس الهوية المشتركة للإثيوبيين وتبرز تميز قطاع الطيران في البلاد وعلى مستوى القارة الأفارقة. وبدور أوضح محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تاكلن أن الخطوط الجوية الإثيوبية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتسهم بشكل فاعل في تطوير البنية التحتية وتعزيز الصادرات الدبلوماسية، مؤكدا استمرارها في الاستثمار من أجل المستقبل. أكد الخبراء من هيئة الدراسة الجيولوجية التشيكية أن إثيوبيا تمتلك إمكانات جيولوجية هائلة غير مستغلة، من شأنها فتح آفاق استثمارية واسعة في قطاع التعدين والمعادن الحيوية. قال الجيولوجي ومدير المشاريع الدولية في الهيئة بأن تشرينيك إن التقديرات تشير إلى وجود موارد متنوعة تشمل التنوليوم والعناصر الأرضية النادرة، مؤكدا أن توفر بيانات جيولوجية موثوقة يمثل عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات وإعداد مشاريع قابلة للتمويل. وبدوره قال مدير الهيئة بيتر ميكسا إن آفاق المعادن في إثيوبيا لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير، خاصة في المناطق الغربية والجنوبية. وأضاف أن المساحات غير المغطاة قد تحتوي على موارد مهمة لا تقتصر على الذهب فحسب، بل تشمل أيضا عناصر أرضية نادرة ومغنيسيوم ومعادن استراتيجية ضرورية للصناعات الحديثة والتقنيات الخضراء. أكد معهد الشؤون الخارجية على الأهمية المتزايدة للجالية الإفريقية في الخارج في صياغة مستقبل القارة، داعيا إلى تعزيز مشاركتها لإطلاق كامل إمكاناتها. وخلال منتدى أصحاب المصلحة في شؤون الجالية الإفريقية الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شدد نائب المدير التنفيذي للمعهد محمد رافي أبارايا على أن تحول إفريقيا لن ينطلق من داخل القارة فحسب، بل أيضا من ملايين الأفارقة المقيمين في الخارج. وأشار محمد رافي إلى أن الجاليات الإفريقية تطلع بدور حيوي
عبر الاستثمارات والابتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، إلى جانب تعزيز حضور أفريقيا في عالم متعددة الأقطاب. وفي العديد من الدول الإفريقية تفوق هذه التحويلات الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، إلى جانب أدوار متنامية في مجالات بناء السلام والحوكمة والدبلوماسية الثقافية. متابعينا الكرام، قبل ختام النشرة تذكيرا بالعناوين. إثيوبيا تكثف جهودها الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والقيادة الإقليمية. الهيئة التشيكية للدراسات الجيولوجية تؤكد امتلاك إثيوبيا إمكانات جيولوجية هائلة غير مستغلة تفتح آفاقا استثمارية واسعة في قطاع التعدين والمعادن الحيوية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. بأمان الله.